سيرة حياة الشهيد حسين البرزنجي، ملحن النشيد القومي الكردي أي رقيب. إعداد سيروان البرزنجي. من هو الشيخ الشهيد حسين البرزنجي؟ هو محام وأديب كردي وملحن للنشيد القومي الكردي أي رقيب في العام 1939. هو السيد الشهيد حسين بن السيد عبد الكريم قادر كرم بن الشيخ الشهيد حسين المكنى بصقر برزنجي بن السيد عبد الكريم بن عبد القادر قازانقائي من ذرية السيد الشيخ إسماعيل الولياني البرزنجي. ولد في العام 1919 للميلاد في ناحية قادر كرم التابعة لمحافظة كركوك. تخرج من كلية الحقوق في بغداد عام 1945 للميلاد. مارس مهنة المحاماة في كركوك. ألقي عليه القبض بعد أحداث عام 1959 للميلاد، وبقي في السجن قرابة 4 سنوات. وفي العام 1963 للميلاد أعدم ظلما فنال الشهادة، ودفن في مقبرة الشيخ محي الدين في كركوك عليه رحمة الله. له جنات الخلد، ولقاتليه العار والذل الأبدي.